فاكر ان الناس اللي بتستلف وتقسط عشان تشتري ايفون جديد او تلبس براند عليه لوجو معين ضخم لمجرد المنظره والفشخره الكدابه هم اختراع جيل السوشيال ميديا؟ احب اقول لك ان اجدادك عملوا اغرب من كده بكتير لدرجه ان هم لبسوا جزم طولها متر. في القرن ال 14 في اوروبا ظهر هوس مرعب بين الناس ببراند او ستايل جسم اسمه البولين. الجزمه ديت كانت بتتميز ان بوزها طويل ومدبب جدا. الموضوع بدأ بين الملوك، وكل ما صباع الجزم او طول الجزمه كان اطول كل ما دي كان معناه انك غني ومش بتاع شغل وعندك خدم. الهوس ده انتقل لعامة الشعب كمان والفقراء، الناس بقت تبيع اللي وراها واللي قدامها عشان يشتروا جزم بوزها طويل، لدرجة انهم ما كانوش عارفين يمشوا في الشارع وكانوا بيربطوا الجزمة من كتر طولها في ركابهم بسلاسل ذهب. الموضوع عمل أزمة طبقية واقتصادية كبيرة لدرجة إن الملوك أصدروا قوانين صرم اسمها قوانين الإنفاق، حددوا فيها طول بوز الجزمة لكل طبقة. الفارس له طول معين، ونوع تاني له طول تاني، والفقير ممنوع بوز جزمته تعدي الكام سنتي، واللي يخالف يدفع غرامه ضخمه. برضه احنا ما استغنيناش قوي عن جزم البوليس، احنا بس استبدلناها بلوجو البراند الفلاني او عدد الكاميرات في الموبايل. عقده النقص البشري والهوس بتبسيط الثراء والمظاهر هي ما بتتغيرش عبر العصور. التاريخ بيعيد نفسه بنفس السخف، المظاهر بتتغير والناس لسه مستعده تقع على وشها في الشارع مجرد ان بوز جزمتها طويل. ما تخليش المظاهر هي اللي تسوقك. وبس كده، انا عمر الجندي بقدم معلومات اكيد هتفيدك، ولو ما فادتكش مش هتضرك. ما تنساش تعمل متابعه.